السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي. أهلا بكم. إن شاء الله هناخد المنهج بتاع التربية الفنية النظري بطريقة سهلة جدا، ما تقلقوش من أي حاجة. وطبعا لو أول مرة تشوفوا قناة نقوش كريمة بقوش، فما تنسوش إن انتوا تشتركوا، تعملوا اللايك الجميل بتاعكم عشان زمايلكم كمان يشوفوا الفيديو ده. طيب، زي ما اتعودنا في المنهج بتاع التربية الفنية ان احنا بنتعرف على 3 من الفنانين، واحنا عندنا دلوقتي المثال محمود مختار. يعني ايه مثال؟ يعني بيعمل تماثيل. مثال يعني بيعمل تماثيل. فهو كان رائد لفن النحت. ولد محمود مختار بالمحلة الكبرى قرية طنبارة عام 1891. التحق بمدرسة الفنون الجميلة، طبعا قلنا ان هي زمان كانت اسمها مدرسة الفنون الجميلة العليا، سنة 1908. فاز بالميدالية الذهبية في صالون باريس عن تمثال نهضة مصر المصنوع من الجرانيت الوردي. طبعا تمثال نهضة مصر ده كان في الأول موجود في ميدان رمسيس، ثم نقل عام 1955 إلى ميدان النهضة، وبقى علامة مميزة جدا في الجيزة أمام حديقة الحيوان. أكيد كلنا أول ما بنشوف التمثال ده بنعرف خلاص إن احنا وصلنا حديقة الحيوان. أهم أعمال المثال محمود مختار بقى تمثال، طبعا زي ما قلنا نهضة مصر، تمثال عروس النيل، تمثال سعد الزغلول هو عمل منه 2، واحد في الإسكندرية واحد في القاهرة، وتمثال ابن البلد، وزوجة شيخ البلد، الفلاحة، حارس الحقول، رياح الخماسين، حاملات الجرار، حاملة الجرة، بنت الشلال، نحو نهر النيل. طبعا حاملة الجرار أو حاملات الجرار اللي هي الأواني اللي كانوا بيحطوها فوق راسهم اللي بيحطوا فيها المية. تميز أسلوب مختار بالجمع بين قوالب النحت المصري وكلاسيكية الفن الحديث. اتسمت أعماله بالواقعية والتكوين الجمالي والبعد عن التفاصيل. خدوا بالكم كمان إن النحت صعب جدا، يعني يكون فيه تفاصيل كتيرة، فتلاقي برضو الخطوط بتاعتهم خطوط يعني نقدر نقول إن هي واضحة وبسيطة جدا. امتاز أسلوبه كمان بجمال الشكل وعمق المضمون، وذلك بالتعبير عن الفلاحة المصرية. زي ما شفنا هو عمل أكتر من تمثال، زي عروس النيل برضو دي تعتبر فلاحة، وحاملات الجرار وحاملة الجرة وبنت الشلال، كل ده بيمثل فيه الفلاحة المصرية. وكمان تمثال نهضة مصر إن المرأة بالنسبة له هي عنصر أساسي في المجتمع، وطبعا بالنسبة للجميع، يعني مش بالنسبة له هو بس. كمان يوجد المتحف الخاص به في حديقة الحرية بالجزيرة، يعني جنب الأوبرا كده في حديقة اسمها حديقة الحرية، فيها الكثير من أعمال الفنان مختار.